السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي متغير شوية بسبب دور برد، وده اللي خلاني ما اعملش فيديوهات اليومين اللي عدوا من دولت. بس طبعا اللي خلاني طلعت عملت فيديو النهارده ان النادي الاهلي طبعا هيلعب بكره. طبعا هحط لكم التشكيل المتوقع لي انا، وهقول لكم على نتيجة المتوقعة لمباراة النادي الاهلي ومازيمبي، مباراة العودة طبعا، لان مباراة الذهاب كانت خلصت على ارض مازيمبي بنتيجة 0-0. ديت هتبقى مباراة العودة. معايا طبعا كمان ماتشين في الدوري الانجليزي، ومعايا كمان ماتشين في الدوري المصري، ومعايا كمان مباراة في دوري ابطال اسيا، مباراة العودة الهلال السعودي، ومباراة العين الاماراتي. طبعا هقول لكم دي طبعا كل الحاجات اللي معايا اللي انا هقولها النهارده. فطبعا عشان خاطر ما اطولش عليكم، يا ريت قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، والاشتراك في القناه ده شيء اساسي. عايز اوصل ل 1000 مشترك. نخش الاول على التشكيل النادي الاهلي. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، اتنين دفاع، ناحيه اليمين رامي ربيعه، ناحيه الشمال محمد عبد المنعم، ظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر علي معلول، ثلاثة في خط الوسط عمرو السولية وكوكا، وصانع ألعاب محمد مجدي قفشة، وثلاثة في الهجوم بيرسي تاو ناحية اليمين، وأحمد عبد القادر ناحية الشمال، أو تنزل رضا سليم، أي حد فيهم مش مشكلة، مش هختلف كتير، أي حد فيهم عادي، يا أحمد عبد القادر يا أحمد عبد القادر يا رضا سليم. وطبعا في الهجوم وسام أبو علي. ده بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي. أنا طبعا مباراة الذهاب كنت حاطط لكم نفس التشكيله ديت، بس طبعا كنت حاطط واحد بس مختلف عن التشكيله ديت، وهو محمد مجدي قفشه، اللي انا قلت لكم ما يتحطش من اول المباراه، ويتحط اكرم توفيق. وبالفعل نزل اكرم توفيق وعمرو السوليه، ونزل كوكا. هو كل التشكيله نزلت بس ما عدا قفشه، ونزل عمرو السوليه. طيب طبعا كان لازم نبدا بكده، لان طبعا محمد مجدي قفشه صانع العاب بيلعب في الهجوم كويس، بس حته الدفاع عنده بعافيه شويه، فكان لازم ننزل اكرم توفيق في الدفاع كويس شويه، وننزل عمرو السوليه قدام اكرم توفيق يبقى صانع العاب برضك بيدافع. فهو حط تشكيله يعني كويسه بالنسبه للاعيبه المتاحه اللي عنده. فبصراحة التشكيلة بصراحة بتاعت المباراة اللي عادت بتاعت مباراة الذهاب كانت بصراحة تشكيلة مناسبة، عشان كده طلع بنتيجة كويسة والله العظيم. وانا شايف كمان ان في اول 5 دقايق للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان يقدر يكسب كمان، كان يقدر يخطف هدف واتنين في اول 5 دقايق. بالنسبة لمباراة الذهاب هي نتيجة 0-0 مرضية إلى حد ما. طبعا إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يفوز 2-0. دي توقعات إن النادي الأهلي هيفوز على مازيمبي مباراة العودة 2 أو ممكن 3 كمان، لأن طبعا زي ما شفنا لعيبة نادي مازيمبي لعيبة كويسة مش وحشة خالص، بس الدفاع بتاع نادي مازيمبي دفاع مش أحسن حاجة. طبعا عندك بيرسي تاو وعندك احمد عبد القادر، الاثنين صراع، وعندك وسام ابو علي كمان، الثلاثه صراع قدام. فيقدروا يخبلوا الدفاع مازيمبي. ما يقدروش طبعا، ما عندهمش كمان حته الباصات اللي هم بيباصوها بعرض الملعب ديت، ما عندهمش احسن حاجه. طبعا بيلعبوا بره الارض، كل كراتهم طبعا كلها طويله. فطبعا انا مطمن الحمد لله في المباراه ديت. بعض اللاعيبه الحمد لله رجعت، عندك احمد عبد القادر طبعا، وعندك احتياطي ليه رضا سليم. فطبعا الحمد لله طبعا الامور كلها على ما يرام، وانا مطمن الحمد لله يعني. بالنسبه للتشكيله، لو واحد اي حد التشكيله اللي انا قلتها ديت شايف ان فيه لاعب يتحط مكان لاعب، اكتب لي في الكومنتات، تتناقش معايا وقول لي مين كان يستحق، او مين ياخد فرصه، وشايف مين يستحق اكتر من اي لاعب دولت. بس انا شايف ان بصراحه اللعيبه ديت كلها هي الاجهز بصراحه في اللعيبه دي كلها هي الاجهز. يعني كنت هتقول مثلا رضا سليم مثلا ينزل مكان احمد عبد القادر، برضك مش مشكله عادي. انت لو كتبت لي كده في الكومنت كده، وقلت لي احمد وقلت لي رضا سليم ينزل، مش مشكله. انا قلت لك في بدايه التشكيل خالص، لما رحت عند احمد عبد القادر قلت لك احمد عبد القادر او رضا سليم، اي حد فيهم مش مشكله. الحته دي بالذات انا مطمن فيها. والاهلي وتشكيله النادي الاهلي الى حد ما كويسه، واللعيبه بدات ترجع الحمد لله. وان شاء الله باذن الله عوده امام عاشور او عوده بقيه اللاعيبه
ان شاء الله هيرجعوا قريب باذن الله، والنادي الاهلي ان شاء الله صفوفه تكتمل، وباذن الله الاهلي ياخد كل البطولات ان شاء الله وباذن الله. ده بالنسبه للتشكيل. انا طبعا توقعاتي النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب 2-0. ده كده بالنسبه للنادي الاهلي. نروح بقى على الدوري الانجليزي. ارسنال كان بيلاعب تشيلسي وارسنال كسب بنتيجه 5-0. انا كنت متوقع بصراحه ان ارسنال مش هيكسب 5-0، وانا قلت لكم في فيديو جبت لكم الماتشات المتبقيه لارسنال ومانشستر سيتي وليفربول، وقلت لكم الماتشات الباقيه لارسنال هتبقى صعبه، بس الظاهر كده ان ارسنال مش همه حد خالص وهيكسب كل الماتشات بالاداء اللي انا شفته مع تشيلسي. بصراحه لا، ارسنال يا جماعه بصراحه يستحق، برغم ان انا بشجع ليفربول. ارسنال بصراحه يا جماعه تاني موسم على التوالي ان هو يجرب على الدوري، بصراحه يستحق ان هو ياخد لقب الدوري. بصراحه انا شايف ان هو يستحق بالمجهود اللي هو بيعمله. انا شايف ان هو يستحق لقب الدوري ارسنال. ارسنال كسب تشيلسي 5-0. كده ارسنال عنده من النقاط 77 نقطه في المركز الاول، ولعب 34 نقطه، ولعب 34 مباراه. انا اسف. نادي تشيلسي طبعا مستواه طبعا متراجع. الواحد طبعا يعني انا مستغرب جدا من اداء من تشيلسي. يعني تشيلسي ده كان من اعرق الانديه في انجلترا. يعني بقاله طبعا موسمين ثلاثه مش هو تشيلسي خالص. هو طبعا اداؤه متراجع من ساعه ما خد كاس العالم للانديه، خد دوري ابطال اوروبا، وبعدين راح كاس العالم للانديه وخد كاس العالم للانديه، وبعدها تشيلسي ما انتش شايفه اصلا. كل اي حد في الدوري الانجليزي عايز ياخد 3 نقط يروح يكسب تشيلسي ياخد منه 3 نقط. بصراحه تشيلسي غريب جدا. كده تشيلسي طبعا زي ما قلت لكم ان هو ارسنال كسبه 5-0. كده تشيلسي عنده من النقاط 47 نقطه في المركز التاسع. بصراحه مركز لا يليق بنادي تشيلسي، ولعب 32 مباراه. نروح بقى عند المباراه الثانيه، ليفربول وايفرتون. طبعا ليفربول انا مش عارف، يعني كنت اتمنى ان هو يجي في اخر 5 مباريات ويشد حيله شويه عشان ياخد الدوري الانجليزي. بس بصراحه انا مش لاقي مبرر للاداء اللي هم بيعملوه ده. الاداء اللي متراجع جدا، والمستويات والنتائج المتراجعه ديت. نادي ايفرتون يفوز على نادي ليفربول بنتيجه 2-0. كده نادي ليفربول بعد هذه الخساره عنده 74 نقطه في المركز الثاني، ولعب 34 مباراه بنفس عدد المباريات بتاعت ارسنال. يعني ما عادش فاضله مباريات متاجله. كده ارسنال عنده 77 وليفربول عنده 74. ارسنال سبقوا ب3 نقاط، وهما الاثنين لعبوا زي بعض. نروح بقى على المباراة الثالثة. طبعا مانشستر سيتي طبعا لعب 32 مباراة بس. وطبعا لو عنده 73 نقطة لو كسب وفاضله ماتشين مؤجلين، لعب 32 مباراة. وطبعا وارسنال لعب 34 وليفربول لعب 33، لعب 34 زيه بالظبط. مانشستر سيتي فاضل له ماتشين مؤجلين، لو كسبهم هيوصل ل 79 نقطة، هيبقى منفرد بصدارة الدوري الانجليزي بفارق نقطتين على ارسنال. تمام كده. ده بالنسبة للدوري الانجليزي. نروح بقى على مباريات دوري ابطال اسيا. مباراة العودة الهلال السعودي والعين الاماراتي. طبعا مباراة الذهاب انا كنت طبعا عملت فيديو طبعا وقلت لكم برضك على نتيجة الذهاب. مباراة الذهاب كانت خلصت بنتيجة 4-2 لنادي العين الاماراتي على الهلال على ارض العين. تمام. ومباراة العودة أنا قلت لكم بصراحة أنا كنت متوقع إن نادي الهلال هيعمل نتيجة أحسن من قلت لكم إن الهلال. أنا بصراحة توقعت إن الهلال هيصعد، بس بصراحة العين يفاجئني بصراحة ويعمل مباراة العودة على أرض الهلال أحسن من مباراة الذهاب اللي عملها على أرضه بصراحة. بالرغم إن هو فاز على أرضه 4 وجاب 4 أهداف، بس ما كانش بيهاجم. الهجمه اللي كانت بتجيله كان بيجيبها جول. لكن مباراه العوده طبعا الهلال كسب بنتيجه 2-1. بس طبعا النتيجه ديت طبعا ما تسعفوش ان هو يفوز، لان طبعا الهلال 2 في مباراه الذهاب و2 في مباراه العوده، كده 4. اما بالنسبه للعين الاماراتي 4 في مباراه الذهاب و1 في مباراه العوده، كده 5. كده النتيجه ديت طبعا النتيجه الاجماليه
5-4 للعين الإماراتي، والعين الإماراتي يوصل إلى دور النهائي لدوري أبطال آسيا لملاقاة فريق اسمه يوكوهاما من اليابان. يعني النهائي دوري أبطال آسيا هيكون ما بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني. طبعا كل التوفيق طبعا للعين الإماراتي الشقيق، اللي أنا طبعا بتمنى له إن هو طبعا يكسب البطولة دي. ده طبعا كمان بالنسبة لدوري أبطال آسيا. نروح بقى آخر حاجة معانا خالص الدوري المصري، ومعانا مباراتين. أول مباراة معانا بيراميدز والبنك الأهلي، وكانت مباراة كويسة جدا، وكان ماتش حلو وأداء كويس من بيراميدز والبنك الأهلي، وقدر نادي بيراميدز إن هو يفوز بنتيجة 3-2. كانوا متعادلين مع بعض بنتيجة 2-2، ولكن بيراميدز يحرز الهدف الثالث في آخر دقائق من المباراة ويفوز 3-2. عشان كده بيراميدز بعد هذا الفوز يرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول من 16 مباراة. في المركز الأول بيراميدز ينفرد بصدارة الدوري المصري. أما البنك الأهلي بعد هذه الخسارة عنده من النقاط 18 في المركز ال15 ولعب 19 مباراة. المباراة التانية معانا بقى في الدوري المصري، معانا طلائع الجيش وإنبي، وطلائع الجيش قدر إن هو يفوز على إنبي 1-0. كده طلائع الجيش عنده من النقاط 27 نقطة. نادي طلائع الجيش عنده 27 نقطة في المركز السادس ولعب 17 مباراة. أما نادي إنبي بالرغم هزيمته عنده من النقاط 29 نقطة في المركز الرابع ولعب أيضا 19 مباراة. وبكده أكون خلصت معاكم نهاية فيديو النهاردة. بتمنى من أي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. اللايك يا جماعة بالله عليكم، أي حد شاهدني أنا بشوف يا جماعة المشاهدات أكبر من اللايكات وحتى التعليقات. يعني ناس كتير قوي بتكتب لي كومنتات واللايكات ضعيفه يا جماعه. اللايكات يا جماعه ضعيفه. ده اللايكات عندي يا جماعه اهم من الكومنتات ذات نفسها، لان اللايك طبعا هو اللي بيساعد الفيديو بتاعي في شركه اليوتيوب، ان شركه اليوتيوب ترفع الفيديو عندها عند شركه اليوتيوب وتخلي اكبر عدد من الناس اللي هم يشاهدوا الفيديو بتاعي. فبالله عليكم يا جماعه اي حد يشوف الفيديو بتاعي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. ده تكه بس كده زرار تتك عليه تعمل له لايك. يعني ده ابسط حاجه خالص. يعني انك تعمل لي لايك اسهل من ان انت تعمل لي كومنت. يعني مش بقول لك كده بس، انت في ناس بتنسى بس ان هي تعمل اللايك. الحاجات الصغيره ديت في ناس بتنساها. فانا بفكركم بس بالله عليكم يا جماعه اي حد اتفرج على الفيديو يا ريت يعمل لي لايك. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. وطبعا الاشتراك في القناه ده شيء اساسي، عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.